السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا معايا النهارده هنعمل سلسلة الموبايل. ايه هي سلسلة الموبايل وازاي نعملها؟ طبعا سلسلة الموبايل لها انواع كتير واشكال كتير. هنعمل النهارده حاجة بسيطة وسهلة جدا بتكلفة بسيطة وبخطوات سهلة جدا للمبتدئين. اول حاجة ايه هي الادوات اللي احنا هنحتاجها عشان نعمل سلسلة الموبايل؟ اول حاجة هنحتاج معانا خرز التفسيرة، ممكن اي لون اللي هو اللبني ده. وهنحتاج معانا ممكن اللي هو خرز البي بي سي الصغير ده اللي هو المقاس الصغير، او ممكن نستخدم بداله الخرز المعدن لو متاح. لو مش متاح هنستخدم خرز السي سي بي بالشكل ده كده. وهنحتاج معانا اللي هو الفيمو ده اللي هو قطع من الفيمو. وهنحتاج معانا اللي هو خيط الحظاظة باللون الاسود بالشكل ده كده. وهنحتاج مقص. وهنحتاج معانا الولاعة. اول حاجة هنعملها ان احنا هنبدأ ان احنا نرص مجموعة من الخرز في طبعا عشان احنا نبدأ ان احنا نعملها او يبقى سهل علينا، فاحنا في الاول هنشيط الجزء ده كده بالولاعة. يعني احنا نعمل لها يعني بوزة كده من قدام، او نعملها حتة يعني سن رفيع كده من قدام، بحيث ان هو يكون سهل في ان احنا نحط فيه الخرز. بعد كده نبدأ نحط الخرز، يعني نحط حوالي 20 خرزاية من اللون اللبني. يعني هندخل حوالي 20 خرزاية من الخرز اللي هو التفسيرة. ونحط 20 خرزاية الاول كده، وبعد كده نبدأ ان احنا نحط قطعة الفيمو. تمام. فاول حاجة هنعد الاول الخرز اللي معانا ده كده. احنا معانا الخيط زي ما هو في البقرة، يعني احنا ما قصناش الخيط ولا حاجة، الخيط معانا في البقرة. هنبدأ نعد الجزء ده كده 20 من خرز التفسيرة باللون اللي هو اللبني. هنبدأ نحط واحدة من الفيمو بالشكل ده كده. قبل ما نحط الفيمو هنبدأ نحط الاول 2 من خرز السي سي بي المقاس الصغير. طبعا لو عندنا خرز معدن بيكون افضل. بعد كده بنحط اللي هي الجزء اللي هو معانا اللي هو اللعبة اللي هو الفيمو. ممكن بدل الفيمو لو احنا عندنا عين نحط العين برضو هتبقى حلوة. نبدأ نحط كمان 2 من خرز السي سي بي. احنا عملنا كده بالشكل ده، وصلنا للشكل ده. عملنا 20 خرزاية من اللون اللي هو اللبني ده، وحطينا 2 من السي سي بي، وبعد كده القطعة الفيمو، وبعدين من 2 تانيين من السي سي بي. بعد كده هنبدأ نحط برضو بنفس الشكل كده برضو 20 خرزاية من اللون اللبني بتاعنا، او طبعا لو ما عندناش اللبني ممكن نعمل اي لون. السي سي بي بالشكل ده كده، وحطينا اللي هو الجزء الفيمو ده، واتنين تاني من 2 خرزة من السي سي بي، وبعد كده عملنا خرز التفسيرة. وهنبدأ نحط برضو 2 من خرز السي سي بي. وبعد كده هنحط كمان واحدة من اللي هو الفيمو. وبعد كده نحط 2 من خرز السي سي بي بعد الفيمو بالشكل ده كده. وصلنا للشكل ده. بعد كده نحط هنا في الجزء ده كمان 20 خرزاية من خرز التفسيرة.
كده وصلنا للشكل ده بالتبادل كده. نبدأ نحط بقى اخر قطعة معانا من الفيمو بالشكل ده. هنحط الاول زي ما احنا قلنا برضو خرزتين من السي سي بي، طبعا ده اصغر مقاس من خرز السي سي بي. وبعد كده نحط اللي هي قطعة الفيمو، بعد كده نحط 2 من السي سي بي، وبعد كده احنا كده حطينا ال3 قطع اللي معانا من الفيمو. هنبدأ بعد كده نحط 20 خرزاية من خرز التفسير. يبقى احنا كده وصلنا للشكل ده اللي هو من الخرز التفسيرة وقطعة الفيمو. حطينا 20 خرز تفسيرة، 2 سي سي بي، وبعد كده قطعة من الفيمو، وبعدين 2 سي سي بي، وبعدين بدأنا نحط بالتبادل بقى كمان هنا 20 من خرز التفسير سي سي بي، ونحط قطعة الفيمو، وبعدين برضو 2 من خرز السي سي بي، وبعد كده بالتبادل نعمل الشكل ده كده. يعني نحط ال3 قطع الفيمو اللي عندنا بالشكل ده. طبعا نعمل ايه بعد كده؟ طبعا احنا وصلنا للشكل ده. طبعا شكلها سهل وبسيط وكمان غير مكلفة. هيبقى شكلها كده معانا. طب احنا هنعمل ايه؟ اول حاجة احنا هيبقى معانا مسطرة عشان هنبدأ نعمل الرابطة. فاول حاجة هنسيب هنا الجزء ده، هنبدأ نجيب على الطرف شوية كده، هنبدأ نسيب الطرف ده يعني حوالي سنتي. هنسيب 7 سنتي هنا، نقيس 7 سنتي. احنا عندنا المسطرة بتاعتنا نبدأ نقيس عليها ان المسافة دي كده هتبقى 7 سنتي. طبعا احنا لما نلاقيها ازيد بنبدأ نجيب الخرزة على الطرف شوية كده ونبدأ نقيس تاني، بحيث ان احنا عايزين المسافة دي كده 7 سنتي. احنا قسنا المسافة دي كده 7 سنتي. ده اللي هو طرف من الطرفين. الطرف التاني هنقيسه حوالي 15 سنتي، فهنقيس من اول هنا كده 15 سنتي. تمام. ونبدأ ان احنا نقص. يبقى احنا كده عملنا هنا الجزء ده هيبقى 7 سنتي، والجزء ده هيبقى 15 سنتي بالشكل ده كده. ده احنا وصلنا للشكل. هنعمل الربطة ازاي؟ طبعا احنا عندنا هنا قلنا الطرفين، طرف 7 سنتي والطرف التاني 15 سنتي. هنبدأ نمسك الطرفين كده مع بعض ونساوي كده في الجزء ده كده. تمام. تبقى بالشكل ده. تمام. الجزء الطويل ده هنبدأ ان احنا ننزله كده هنا، او نعمل يعني شكل كده بيضاوي كده بالشكل ده كده، لان ده هتبقى منه الموبايل او هيتحط في الكفر من الجزء ده كده. تمام. يعني تاني احنا هنمسكها كده من هنا، وهنبدأ ان احنا نعمل شكل بيضاوي كده بالشكل ده كده. تمام. وهنبدأ ان احنا نمسكه كده، ونبدأ ان احنا نلفه مع بعضه بحيث ان احنا نعمل الربطة بتاعته، ونبدأ نطلع الجزء كله معانا كده مع الجزء اللي هو لتحت. نبدأ ننزل كده لتحت اللي هي الربطة بتاعتنا، هنبدأ ننزلها بالشكل ده كده. كده وصلنا لشكل الربطة. نبدأ نثبت عليها كده وننزلها لتحت كمان شوية. يبقى احنا كده معانا ده الجزء اللي هيتعلق منه اللي هو الموبايل بالشكل ده، ومعانا هنا الطرف ده والطرف اللي هو التاني اللي هو اللي احنا حطيناه، يعني الطرف ده كان في النص هنا كده.
اللي هو بتاع الطويل، بتاع الجزء الطويل، والطرف ده اللي هو باقي من الجزء القصير اللي هو 7 سم. فاحنا هنعمل ايه؟ هنبدا ان احنا نقص بقى الجزء ده والجزء ده. طبعا هنسيب مسافه يعني حوالي مثلا نص سنتي كده، ونبدا ان احنا نقص، وبالولاعه هنبدا ان احنا نشيط الجزء ده، نبدا نشيط الجزء ده. تمام. الجزء التاني برضو هنبدأ ان احنا نقص الجزء التاني بنفس الطريقة، نسيب نص سنتي كده ونبدأ ان احنا نقصه، وعن طريق الولاعة هنبدأ نشيط الجزء ده اللي احنا سايبينه ده اللي هو نص سنتي. ولو في بقى زيادة او حاجة برضو ان احنا نحاول نظبط كده الزيادات بحيث ان هي تبقى مفيش اي زيادات طالعة منها بالشكل ده كده. واحنا كده وصلنا للشكل ده لسلسلة الموبايل، يعني كده يعني شكلها بيبقى بالشكل ده كده. ده الجزء اللي احنا هنعلق منه الموبايل. ما دام احنا شيطناه خلاص يعني كده مربوطة كويس جدا لان هي متشيطة، فيعتبر خلاص ان هي مش هتفك بالشكل ده. ممكن ان احنا نعملها بطرق تانية، يعني ممكن العقدة دي تتعمل بكذا طريقة من الطرق اللي احنا ممكن نعملها بيها، اللي هي العقدة من فوق بس كده يعني. لكن في طرق تانية بتبقى فيه عقدة فوق وعقدة في النص برضو، ان شاء الله اعملها معاكم برضو واوريها لكم. وممكن نعملها عن طريق اللي هو نعملها على واير ونعمل الجزء ده منفصل وبعد كده نوصله ببعضه، ده برضو طريقة تانية. فهي ليها طرق مختلفة، في دي طريقة برضو سهلة وبسيطة، والعقدة بتاعتها بتبقى بسيطة سهلة ان احنا نعملها وننفذها. ده طريقة من طرق سلسلة الموبايل، طريقة سهلة جدا وطريقة بسيطة للمبتدئين، او يعني تكلفة بسيطة جدا احنا ممكن نعمل منها سلسلة الموبايل. طبعا بتبقى حلوة جدا، احنا ممكن نعلقها في الموبايل من الجنب او من تحت. وطبعا السلسلة دي مش طويلة قوي يعني، برضو بتبقى حلوة كده على قد الموبايل من ورا كده، بتبقى شكلها حلو. لكن يعني احسن ما تبقى طويلة قوي يعني ما بتبقاش عملية، لكن اللي هي الوسط دي بحيث ان هي يعني ما بتبقاش طويلة قوي، او ممكن احنا نعملها بطول الموبايل بس كده. وده شكل سلسلة الموبايل بعد ما عملناها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ازاي ان احنا نعمل الجزء بتاع العقدة بطريقة بسيطة جدا. ده شكل كده، وطبعا هي يعني كمقاس مش طويلة قوي يعني، في الوسط كده بتبقى شكلها حلو. طبعا ده ممكن يعتبر مشروع مربح جدا، احنا ممكن نعمله من البيت او ممكن نبتدي فيه كمشروع ان احنا نعمل بعض اكسسوارات للموبايل، بعض سلاسل للموبايل. وطبعا بقى فيها اذواق كتير وفيها افكار كتير. دي فكره سهله وبسيطه عرفنا عن طريق ازاي نعمل العقده. طبعا هي افكارها كتير بقى، ان شاء الله نبقى نعمل مع بعض مجموعه من الافكار فيها. ده برضو فكره تانية كده برضو انا كنت منفذاها عن طريق هنا اللي هو الخرز ده خرز المرمر. برضو حطينا خرز المرمر كده، وحطينا من الجنب اللي هو 2 من خرز الCCB، وحطينا اللي هو الجزء اللي هو سمايل ده بالشكل ده كده، وبعدين 2 من الCCB، والجزء اللي هو سمايل ده 2 CCB بالشكل ده في الجنب كده. والباقي كله يعني عملناه من خرز المرمر بالشكل ده، لان طبعا هو في رسمه كده منه فينا يعني ما نكترش فيه الشغل بقى، بحيث ان هو يبقى مناسب مع الشكل بتاعه. طبعا دي طويله شويه للناس اللي بتحب السلاسل الموبايل، بتبقى طويله شويه. ده شكل تاني برضو. فطبعا في اشكال تانية كتير. دي سلسله موبايل تعتبر كبيره او طويله شويه، دي سلسله موبايل اقصر شويه، لان طبعا في بعض الناس بيحبوا السلسله بتاعه الموبايل بتكون قصيره شويه كده بالشكل ده، وفي ناس بيحبوها بتبقى كبيره. تمام. فدي بعض الافكار من سلاسل الموبايل ممكن ان احنا ننفذها بطريقه سهله جدا وبطريقه بسيطه. طبعا احنا ممكن نستخدم اللي هو فكرة ان احنا نعمل اكسسوارات للموبايل ده مشروع. وطبعا بيبقى ليها طريقة تانية في التسويق وفي ان احنا ازاي نسوقها، وطبعا بيبقى شغلها مختلف، بيبقى ليها طريقة في التسويق. وطبعا بيبقى شغلنا مع اللي هم الناس اللي هم شغالين في الموبايلات او اكسسوارات الموبايلات. وممكن برضو الناس اللي هم عندهم اكسسوارات ممكن ان هم يشتغلوا فيها. طبعا ده مشروع مربح جدا وسهل جدا في ان احنا ننفذه، يعني بتبقى تكاليفه بسيطه. احنا بنجيب شويه خرز وبنجيب شويه حاجات بسيطه نقدر نعمل منها افكار كتير لسلسله الموبايل، ونقدر ان احنا ننزلها كشكل تاني لشغلنا، يعني ان احنا نقدر نعمل جميع الاشكال
سواء كان حظاظه او سلاسل او سلاسل للموبايل، اتجاه تاني او مشروع تاني ممكن ان احنا نفكر فيه كده، ان احنا ممكن نبتدي فيه كمشروع. لو الناس المبتدئين اللي هم عايزين يبداوا مشروع بيكون تكاليفه بسيطه، ممكن ان احنا نستخدم الفكره دي في ان احنا نعملها مشروع في البدايه كده، لان طبعا هي ما بتحتاجش راس مال، حاجات بسيطه. يعني احنا بنجيب الفيمو، بنجيب شويه خرز، وبنقدر ان احنا نعمل، وبنجيب طبعا خيط الحظاظه، نقدر ان احنا نعمل منه، نطلع منه مجموعه كبيره من الشغل اللي هو من سلاسل الموبايل، لان طبعا بقى في افكار كتير لسلاسل الموبايل. دي بعض الافكار لسلاسل الموبايل، طبعا ليها افكار كتير، وان شاء الله هنشوفها مع بعض كده حاجه حاجه باذن الله مع بعض. يا رب تكونوا النهارده استفدتوا من الفيديو وعجبكم الموديل الجديد من سلسله الموبايل. طبعا هو حلو جدا لما نحطه في الكفر بتاع الموبايل، طبعا طالع ترند. فيا رب يكون الموديل الجديد ده عجبكم. ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.